عدى علينا كتير من المرضى اتحطوا في موقف ان هم مريض وقع في البيت على مفصل الحوض بتاعه وجاله وجع، يروح مستشفى يعمل أشعة ما يلاقيش كسر، بعد كده يروح وبرضه ما يعرفش يمشي على رجله، وبعد أسبوع أو 2 يبتدي يكتشف لا ده في كسر وما كانش باين في الأشعة في الأول. دي اسمها occult fracture of the femoral neck، ودي مشهورة إلى حد ما في كبار السن اللي عندهم هشاشة، هو يقع في البيت ويبقى مجرد الكسر عبارة عن hairline fracture أو في مكانه ما يبانش على الأشعة العادية. طب احنا نتجنبه ازاي؟ المريض الكبير السن اللي بيقع في بيته لما بيروح المستشفى ويعمل أشعة حتى لو ما طلعش فيها كسر، طالما مش قادر يحمل ويدوس على رجله لازم يعمل another modality of imaging، يعني لازم يعمل أشعة تانية. ايه هو الاوبشنز؟ رقم 1 السي تي بتبين في حدود من 90 ل 95% من الكسور بتاعة عنق الفخذ، والسي تي برضو ممكن تفوت كسر لان السي تي بتتاخد على قطس او على قطعيات في حدود 2-3 مللي، فلو كسر الى حد ما في مكانه ممكن القطس بتاعه الاشعه المقطعيه ما تبينوش. الاوبشن الثالث وهو الادق هو الرنين المغناطيسي. طب نعمل سي تي ولا ام ار اي؟ والله على حسب. لو في المستشفى بالليل مفيش امكانيه او موجود في المستشفى ما فيهاش رنين بنعمل سي تي، لو في امكانيه رنين ده اللي بيبقى اضمن ان احنا نقدر نكتشف بيه الكسر. طب ليه اهميه ان احنا نكتشف الكسر ده بدري؟ لما بنكتشفه بدري بنقدر ممكن نثبته بمسمار او بدي اتش اس اللي هو الشريحه الديناميكيه، ولكن لو اكتشفناه متاخر بيبقى الحل هو عمليه تغيير مفصل.